أهلا بيكم في راديو ستارز وشخصية مؤثرة مع مروة. شخصيتنا هو حاوي الفن وعاشق القرآن، قدم أفلام هي علامة في تاريخ السينما المصرية، صنفت ضمن أفضل 100 فيلم في السينما. هو محمد شكري الحسيني سرحان أو شكري سرحان، هو الأخ الأصغر للفنان محسن سرحان وسامي سرحان، وهو خريج أول دفعة في معهد التمثيل اللي دخلوا بدون علم أسرته، ولما عرف والده طرده من البيت. وبيحكي الفنان إنه كان بيقضي يومه في المذاكرة مع صديقه، وبالليل بيلجأ لمسجد السيدة زينب لينام. كان أول ظهور له على الشاشة في فيلم جنة ونار وفيلم نادية، ورشحه المخرج حسين فوزي للاشتراك مع الفنانة نعيم عاكف في فيلم لهاليبو. وكانت البداية الحقيقية مع يوسف شاهين في فيلم ابن النيل، أول بطولة له وأول لقاء مع فاتن حمامة. ومن أهم أعماله اللص والكلاب ورد قلبي وأنديل أم هاشم والزوجة التانية وشباب امرأة. حصل على العديد من الجوائز، منها أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم ليلة القبض على فاطمة، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه وسام الدولة. رفض الفنان شكري سرحان أداء أدوار الشر، وده بعد أدائه لفريضة الحج، وقال عن ده: أخاف أن يكون الشر الذي أقدمه عميقا فيحبه الغير من خلالي فتكون كارثة ويعاقبني الله عليه. تزوج شكري سرحان مرتين، الأولى من راقصة أرمينية واستمر الزواج عامين، وبسبب اختلاف الطباع تم الانفصال. أما الزوجة الثانية كانت من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ولدين هما صلاح ويحيى. وعلى الرغم من نجاح شكري سرحان إلا أنه لن يسافر خارج مصر ولن يشارك في مهرجانات مرتبطة بأعماله. وعلق الفنان وقال: أنا مجند في بلدي عن طريق عملي السينمائي، لماذا أسافر؟ للفنان شكري سرحان العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية زي عمرو بن العاص ومحمد رسول الله ورفاعة الطهطاوي. اعتزل الفنان شكري سرحان الفن، وعكف في آخر أيامه على قراءة القرآن، ولقب بعاشق القرآن، إلى أن توفاه الله في 19 مارس عام 1997. استنوني شخصية مؤثرة جديدة مع مروة على راديو ستارز.